قررنا نخلي شبكة المواسير تحت طبقة الباركيه مباشرة. تعال خدكم معانا في واحد من أصعب مشاريع التدفئة الأرضية اللي نفذناها. التحدي معانا المرة دي ما كانش في نوع الغلاية ولا شبكة المواسير، التحدي كان في نوع الأرضية اللي العميل اختارتها. أغلب الناس فاكرة إن التدفئة الأرضية تنفع مع أي نوع من الأرضيات، لكن الحقيقة إن اختيار الأرضية بشكل عشوائي ممكن يسبب كفاءة أقل في السيستم بشكل كبير جدا. والعميلة اللي احنا شغالين في الشقة معاها النهاردة كان عندها طلب واحد: أنا عايزة الأرضيات بتاعتي تكون باركيه. وهنا بدأت المشكلة عندنا. المشكلة إن سمك الباركيه بيبقى عبارة عن 4 سنتي، وعشان يتم تركيب الباركيه لازم يكون في طبقتين من ألواح الخشب تحته. الطبقتين دولت بيبقى سمكهم 10 سنتي، وده معناه كفاءة هتكون أقل، وزمن هيبقى وقت كتير جدا عشان الحرارة تسمع في الأرضية وتدفي المكان، واستهلاك طاقة وفواتير هتدفع بشكل عالي جدا. وعشان كده قررنا نغير الطريقة بالكامل. بدل ما نحط شغل المواسير والعزل تحت وبعد كده الطبقات، قررنا نخلي شبكة المواسير تحت طبقة الباركيه مباشرة وتكون ملاصقة ليها. وده خلق لينا نوعين من التحدي. التحدي الأول: إزاي هنمرر شبكة المواسير بتاعتنا والألواح العزل ما بين الألواح الخشبية بدون ما نأثر على هيكل الألواح اللي هيشيل الباركيه. وبعد دراسة الموضوع مع مقاول الباركيه اتفقنا إن احنا هنخلي الألواح الخشبية المسافة بينها وبين بعضها 30 سنتي، وده سمح لنا إن احنا نمرر المواسير بتاعة المية ما بين الألواح بشكل متساوي عشان تبقى الحرارة منتظمة في أول الأوضة زي آخر الأوضة. التحدي التاني عندنا: ازاي هنخلي المواسير دي تمشي ما بين الالواح من غير ما يخشوا على بعض، لان هم لو دخلوا على بعض بكل بساطه ماسوره فوق ماسوره ده ضرب لنا ليفل التشطيب اللي هيركب عليه الباركيه. والحل هنا ان احنا كنا جهزنا مخطط كامل لمقاول الباركيه، وحددنا له بالظبط الفتحات اللي هيبدا يفتحها في الالواح الخشبيه، بحيث من خلالها نقدر نمر في نفس الوقت ما يمشيش مواسير فوق مواسير. وده خلانا في الآخر إن الأرضية اللي كنا بنتردد وبنخاف دايما إن احنا نعملها مع نظام التدفئة الأرضية، وصلنا إن احنا طلعنا بأفضل نظام تدفئة أرضية ممكن العميل يستخدمه. وده بكل بساطة لأن الباركيه من إحدى الخصائص بتاعته إن الخشب بيحافظ على الحرارة ما بيفقدهاش بسهولة، فبالتالي ده حسن من الكفاءة وطول من العمر بتاع التسخين لنظام التدفئة. والنتيجة المبهرة إن هو قلل استهلاك الطاقة وفواتير الغاز على العميل 20% عن الوضع الطبيعي والنظام التقليدي. والمشروع اللي احنا فيه ده بيدي مثال على إن نجاح نظام التدفئة مش بيعتمد على المعدات بس، بيعتمد بشكل كامل على فهم نوع التشطيب ونظام التشطيب اللي انت هتعمله في البيت هنا، وازاي هتقدر تربط ما بين كل المقاولين وكل الشركات وكل الأقسام بينهم وبين بعض. وعايز تعمل نظام تدفئة وبتشطب بيتك خلال الفترة الجاية، تابع معانا الصفحة، لأن خلال الفترات الجاية هبدأ أنزل